السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم سوينا حركة، وهي أن النحل يعني يشرب من هذا الماء. طبعا كل اللي علينا يبنى طشت وأعواد مال الآيس كريم طبعا جاهزة، وكل اللي عليك حطينا الماء والفوز وقطعناه بهذه الطريقة. يعني منها نستفيد في سقي الشجر، ومنها نستفيد في سقي النحل أو أي طير ياي. يعني بذلك يصير لك الأجر يمكن 3 جور أو 4 جور وأنت ما تدري. طبعا مثل ما تشوف النحل، والنحل مذكور في القرآن الكريم، مذكور بصفة جيدة جدا جدا، وهو علاج للناس. طبعا ما وضحوا كيف العلاج، ما وضح الله سبحانه وتعالى كيف العلاج، ولكن قال فيه شفاء للناس. كيف نستخدمه لله العلم، هل بالشم، هل بالشرب، هل بطريقة ثانية لا نعرف، ولكن الأكثر والمتداول بالشرب. أيوة نعم، مثل ما تشوفوا هذا النحل حاليا سوينا له مكان جديد على أساس يرعي، بس هو أول شيء يطرش الجنود، ما لا يستكشف المكان هل هو سام هو مناسب أو ما مناسب. ولكن أعدكم بعد شوية تلقون النحل كامل على هذا الشيء. وطبعا النحل ما يلسع، لا تخاف، ما يلسع لما يكون يرعي. لما يكون يرعي يعني يشرب ماي أو يشرب رحيق ما يلسع، ولكن لو تقربت البيت ماله راح يلسعك. مثل الإنسان ما يلسع، لما يدش يطب عليه الحرامي يلسعه. مثل ما تشوفوا حاليا ننتظر بس يجي النحل وراح نصور لكم. خلاص حاليا النحل بدأ يرسل المستكشفات حق هذا الموقع الجديد، وراح تشوف التجمع الهائل بعد أقل من 10 دقائق. مثل ما تشوفوا أمامكم الآن، اعتبروها صدقة جارية، لأن النحلة راح تسوي نحلة، والنحلة راح تسوي نحلة، وما راح النحل ينتهي ولا راح أجرك ينتهي. طبعا مثل ما تشوفوا ليش حطينا أعواد الآيس كريم؟ على سبة هذا المنظر، لما تغرق النحلة تلجأ إلى أعواد الآيس كريم مثل ما تشوفوا.